هي النظافه الشخصيه اسمها شخصيه بس تاثيرها عام علينا كلنا بنحس بيها وبنشمها. بس المشكله الكبيره هنا بقى ايه؟ ان شريك حياتك ممكن ما يكونش بيهتم بالنظافه الشخصيه، فستوب بقى لازم نتصرف. طبعا لو اتكلمنا بصراحه في الموضوع ده بتبقى حاجه محرجه جدا وما ينفعش ناخدها كخطوه اولى. علشان كده ممكن نستخدم اساليب ملتويه شويه، زي انك تبقي ماسكه الموبايل وبتتفرجي على فيديوهات لواحد بيهتم بنظافته الشخصيه وبيعمل فيديوهات عنه. اديله الموبايل وقولي له تابعه واتفرج عليه، بيقول حاجات كتير كويسه وبيقترح منتجات كتير حلوه، وكل فتره ابعتي له فيديو ليه. تاني حاجه ممكن تعمليها انك تستغلي اي مناسبه ما بينكم وتجيبي له هديه عباره عن بوكس كبير مليان منتجات عن النظافه الشخصيه، يعني مثلا ديودرنت، معجون سنان، فرشه شعر، سبراي، غسول للوش، مرطب للجسم، وحاجات من دي يعني. واهم حاجه انك تشرحي له يستخدمها ازاي، واختميها بقى انا مستنيه رايك في ذوقي عامل ازاي. لو استخدمهم فكده المشكله اتحلت والدنيا تمام، ما استخدمهمش كده لازم نتكلم ونعبر بس من تحت لتحت وان شاء الله يفهم. بس لو ما فهمش سيبيه بقى خلاص. ولو بتحبيه ومش قادره تستغني عنه فلازم تتكلمي معاه بصراحه، لان مفيش حل تاني. بس خليكي فاكره لو استحملتي وعاوزه تكملي معاه فهو مش هيتغير. اكتبوا لي في التعليقات لو اتحطيتوا في الموقف ده هتتصرفوا ازاي.